السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده أنا كان بقالي وقت كده نفسي في مهلبية، فأنا جات لي الفرصة أروح بقى بستعملها. لقيتهم عاملين حبة شعرية بالزبدة، فأنا عملت إيه؟ حطيت لهم قرفة عشان ما حدش يستفيد بيها وأنا اللي أستفيد بيها لوحدي. فأعمل إيه بقى؟ تعالي كده بقى شوية كده. جبت بقى كوبايتين لبن حلوين ومعاهم معلقتين نشا والسكر حسب الرغبة، وأفضل أقلبهم لحد ما يغلوا ويلا بينا. طبعا بقى انا كنت عايز اعمل ايه؟ جبت كده فصين مستكه، اروح انا اعمل ايه؟ ادلق عشان ايه؟ يديني بقى الطعم الجميل. عايز اقلب شويه. شكرا. الواحد يقلب بقى ايه؟ يهيس. ريحه تحفه اصلا يعني، حاجه فل. انا ماسك المعلقه بتاعت المستكه ليه مش عارف. ودلوقتي بقى عبال ما المهلبيه تجمد شويه وتغلي، فهنعمله ايه بقى؟ حطينا طبقه شعريه في كل طبق، ونستنوا بقى حد ايه ما المهلبيه تغلي عشان نحط بقى طبقه مهلبيه. ودلوقتي بقى المهلبيه غلت، وبصوا بقى شكلها عامل ازاي، بقى قوامها تحفه. يلا بينا بقى على الشعريه. ارمي واحد اتنين. اول واحده. وانا هبقى اول مره اجرب تبقى المهلبيه بالشعريه تقريبا، مش تقريبا، ده بجد اول مره اجربها، وطعمها هيبقى احلى من الحلاوه. وبكده بقى انا حطيت المهلبيه، فهعمل ايه بقى؟ شعريه على وش. انا حطيتها كده ليه؟ مش عارف. الو. ما علينا، خليها كده خليها كده، استنى. حط حته صغيره كده اهو. بس كده حلو قوي. نخليها كده، كنت عايزه اعمل زي كده زي دي بس مش، ما علينا. المهم يعني استنى كده، بس عايز اعمل حاجه. استناني كده. نجيب حبه سوداني بقى، عشان ايه؟ هشكلها. هات السوداني. بس هعملها زي الشفاء، واحده كده هنا. بص بقى. شايف؟ استنى في جنب بس كده. وادي وصفتنا خلصت. يلا بقى نروح احطها في التلاجة بقى، عشان ايه؟ محدش يقول ماما اللي انا عملت حاجة. ويا ترى بقى انا عايز اعرف هي كانت هتعمل ايه بالشعرية. ما علينا. يلا باي باي.